الممر هنا طويل شويه اللي هو فيه التوزيع بتاع الغرف. هي هنا المكان مميز ان الريسبشن معزول عن الغرف يعني، وحتى الحمام بتاع الضيوف يعتبر في الريسبشن، وهنا الغرف بالحمام بتاعها تعتبر مميزه شويه ان هي ليها جزء خصوصيه شويه. فهنا الممر ما حبيتش ان انا اكسر الكرانيش اللي كانت راكبه القديمه، فحافظت عليها ان هي تبقى موجوده، وعملت سقف فلات في النص بتوزيع الاضاءه بتاعه، وعملت الليد يبقى رامي الاناره بتاعته على الكرانيش على اساس اميز شكلها شويه. وبدات ان انا اعمل بانوهات في النص اللي تحت بس عشان تظبط معايا الطول بتاع الريسبشن واكسر الملل بتاع الطول بتاع الريسبشن. عندي هنا اول غرفه، الغرفه دي الغرفه الخاصه بالاولاد او غرفه الاولاد. قسمناها ان احنا نعمل هنا 2 سرير، وهيبقى فيه برده في الديزاين هنا معمول دولاب بلت ان فوق السراير، هيبقى لافف معايا ونازل هنا من تحت السرير. والجزء هنا هنعمله فيه مكتب مع سراحه مع الشاشه بتاعه التلفزيون، وهنعمل رف هنا عشان نفصل التكييف ما يبقاش الهواء بتاعه او مؤثر على الشاشه على طول. فهنعمل هنا الجزء ده هنعمل فيه جزء خدمات مشترك اللي هو يشمل المكتب مع السراحه مع الجزء بتاع التلفزيون. عندي هنا دي تاني غرفه، ده تاني غرفة. دي بالنسبة لي غرفة الماستر بيدروم أو غرفة النوم الرئيسية. برضو عملنا جيبسيون بورد في السقف على أساس إن أنا أقدر أوزع بيه الإضاءة بشكل جيد. استغلينا الجزء أو الجدار الكبير ده إن إحنا نحط فيه الدولاب، إن العميل الدولاب اللي عنده الحجم بتاعه كبير شوية، ففضلنا إن إحنا نحطوه في الجدار ده. وحطينا هنا السرير وهيبقى فيه كمود شمال وكمود يمين، والجزء الصغير ده هيبقى على قد السراحه وحاطين فوق منها جهاز التكييف. واخترنا الجزء بتاع الشاشه يبقى مقابل للسرير على طول، على اساس برضو لو انا هحط شاشه في الجزئيه دي تبقى مقابله للسرير على طول. بالنسبه للجزئيه بتاعت الشاشه انا بفضل دايما ان السلك يبقى طالع طويل كده ويخش على الريسيفر على طول، ما يبقاش فيه وصله. ان هنا بيتحط بيبقى فيه لقمه بتاعت التي في بتتباع موجوده في الشركات كلها يعني، فلما باجي بعد كده بعمل وصله من التي في للجزء ده، الوصلات دي في اي سلك بينقل اشاره بتضعف الاشاره يعني، سواء سلك نت او سلك تليفون او تي في، اي توصيلات فيه بتضعف الاشاره. فيفضل ان انا في الريسيفر بجيب الوصله من اول الطبق فوق لحد ما توصل الاشاره للجهاز في سلك واحد بدون اي توصيلات. عشان كده دايما بنلاقوا في التصوير او في الشغل بتاعي بالاخص السلك نازل ومتوصل فيه الجاك بتاعه على اساس ان هو يتوصل على الريسيفر على طول، ما احطش انا بعد كده توصيله بجاكات تاني، فجاك مع وصله وجاك مع وصله يبدا ان هو يضعف معايا الاشاره، فما تطلعش الاشاره معايا بشكل جيد. فدي معلومه حبيت ان انا اضيفها لكم على اساس اللي بيوضب يعني يبقى عارف ان الافضل ان انا ما احطش وصلات للتلفزيون. عندي الغرفه الثالثه غرفه الليفنج روم، ودي برضو اخترناها من الحاجات يعني الاماكن المميزه في البيت. غرفه الليفنج روم لما بحب اعمل غرفه ليفنج روم بحب اميزها ان هي الغرفه اللي تبقى على الشارع على طول، على اساس التهويه تبقى داخلها على طول فيها باستمرار شمس وهواء طبيعي. اشتغلنا عليها برضو بديكور بسيط زي ما حضراتكم شايفين. عملنا البانوهات بشكل برضو غير تقليدي، وهحط برضو الجزء بتاع الشاشه هنا، والجزء الثاني هنا المقابل للشاشه هنعمل كورنر ال شيب، حرف ال في الجزئيه دي كده. ودايما برضو لما بيبقى عندنا مكان او غرفه مثلا هعمل فيها كورنر، الافضل ان ارفع العلب بتاعه الخدمات كلها تبقى فوق مستوى الكورنر، على اساس ان انا ما اجهزش كهرباء وارجع بعد كده احط الكورنر بتاعي فلاقي التجهيزات دي كلها جت ورا الاساس فما استفادش بيها. فالافضل لما يبقى عندي حاجه زي كده اعمل تعديلات. يعني انا هنا كان عندي في الغرفه كان عندي النقطه دي بس، فانا حافظت عليها ما رضيتش اشيلها تحسبا لاي ظروف، وبعد كده بدات ان انا اوزع الكهرباء بتاعتي في الاماكن العلويه، مع برضو ان انا عملت السقف الجيبسيون بورد اللي يبقى مناسب مع الديكور طبعا بالتنسيق مع العميل، كنا بنختار الحاجات دي. وبدات ان انا اوزع في الاضاءه اللي موجوده عندي بالشكل الحمد لله اللي وفقنا فيه ربنا مع العميل، وان احنا نقدر نعمل له برده الحاجه اللي هو حاببها. وزي ما احنا شايفين المكان هنا ذوقه راقي جدا وهادي، يعني المكان مريح نفسيا. استخدمنا فيه الوان كلها تعتبر فاتحه، ما حبيناش ندخل فيه الوان غوامق كتير، وده برده من الحاجات اللي اتناقشنا فيها مع العميل ان هو ذوقه الخاص ايه او الحاجه المميزه بالنسبه له ايه، وقدرنا نختار درجات الالوان مع بعض ووصلنا الحمد لله رب العالمين للمرحله اللي انتم شايفينها دي. استنونا ان شاء الله الفتره اللي جايه في مواقع تانية كتير. الحمد لله عندنا اكتر من موقع
فيهم شغل ديكور بشكل كويس، حاجات مميزه زي ما احنا معودينكم ان الشغل بتاعنا ما يبقاش تقليدي. لازم نعمل في الشغل بتاعنا حاجه مميزه على اساس يبقى فيه تطوير في المستوى بفضل الله رب العالمين. فاستنونا ان شاء الله الفتره الجايه في كذا موقع هيعجبوكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.